فيه. بعدها قدرت تأكلها والبنت سكتت وعملت فتحة في سقف الحاوية. بعدها حاولت تشغل التليفون لكن الشاشة مش شغالة، وبنشوف مايا تعبانة من الولادة وقلة الأكل والشرب، وبنتها سخنت وبتخفض حرارتها بمنديل مبلول بالمية. وبالليل الحوت بيخبط في الحاوية والبنت بتعيط ومايا بتصرخ عشان الحوت يمشي. وتاني يوم بتكمل تقطيع سقف الحاوية بالسكينة لكن بتنكسر السكينة. في الوقت ده بتنام مايا من كتر التعب وقلة الشرب، ولما بتصحى بتلاقي الدنيا بتمطر ومية كتير بتنزل من فتحات السقف. فبسرعة هي راحت جابت علب بلاستيك عشان تملاها مية. وتاني يوم الصبح مايا شدت فتحة السقف بحبل وطلعت فوق الحاوية وبتبص في كل الاتجاهات، فبتلاقي كلها مية. فخرجت بنتها علشان تعرضها لأشعة الشمس وغيرت لها الحفاضة ورمتها في المية. أول ما رمتها في المية السمك اتلم عليها وحاولت تصطاد سمك لكنها فشلت، وشافت طيارة فبسرعة نزلت وكسرت حتة مراية عشان تطلع وتعمل عاكس للطيارة، لكن للأسف وهي طالعة انجرحت وفضلت